انت دلوقتي داخل لدكتور وعايز تكلمه كده وتقول له كده كول بقى على البرودكت بتاعه، وعايز تبيع له كده البرودكت بتاعك، وقال لك معلش بقى يا دكتور بسرعه عشان انا مستعجل وعندي بيشنت بره. فانت بقى هتقول له بقى ايه، خلاص ماشي يا دكتور اجي لك وقت تاني، ولا هتعمل ايه؟ هترد على تقول له لا يا دكتور، ما هو يعني حته انا مستعجل، انا اتهيألي يا دكتور اغلب الدكاتره مستعجلين، فلو كل واحد قلت له هاجي لك وقت تاني يبقى انا مش داخل لحد. طيب امال هتعمل ايه؟ بص يا دكتور، انا افضل حاجه في الرد ده اقول له انا يا دكتور مقدر وقت حضرتك وربنا يعين حضرتك، وانا شايف فعلا في بيشنت بره كتير، انا مش هاخد من وقت حضرتك غير دقيقه واحده بس. فهو ساعتها يقول لك ماشي يا سيدي لو على دقيقه تمام. طبعا انت اول ما تدخل للدكتور لازم تعرف نفسك، وبعد كده بتعرف شركتك، وبعد كده بتبدا تكلمه على البرودكت اللي انت عايز تتكلم. فهو دلوقتي انت بتتكلم في دقيقه، فالشطاره بقى ازاي توصل في المسج في الدقيقه دي المسج اللي انت عايز توصلها، وفي نفس الوقت يحس الدكتور ان انت وصلت له حاجه مهمه، ويبقى فاهم ان انت دلوقتي البرودكت بتاعك مؤثر بالنسبه له ازاي. دي تتعمل ازاي؟ اقول لحضرتك. انت دلوقتي حضرتك هتدخل في دقيقه هتتكلم على مشكله بتقابل الدكتور دايما، بيتقال عليها بيشنت بروفايل. يعني ايه؟ يعني مثلا الدكتور دايما بيقابل، انت رايح دكتور جلديه مثلا وبيقابلوا ناس كتيره وبنات كتيره عندها مشكله في تساقط الشعر، فانت حضرتك بتعرض المشكله وبتقول له ان البرودكت بتاعك ده هو اللي هيحل المشكله، لانه في انجريدينت واحد اتنين تلاته اربعه، ايه الحاجات اللي موجوده في البرودكت بتاعك. وتقول له يا دكتور وانا هشرح لحضرتك لو وقت حضرتك يسمح دلوقتي، هشرح لحضرتك الميكانيزم بتاع كل انجريدينت ايه هي عشان تحل المشكله دي، ولو وقت حضرتك ما يسمحش هشرح لحضرتك الميكانيزم ده المره الجايه.